أكثر شيء بينظلم فيها المغترب اليمني داخل المملكة العربية السعودية هو ظلم الكفيل، لا غيره، ظلم الكفيل. والله العظيم إن الكفلاء السعوديين الأكثر وليس الكل إنهم بيبكوا اليمنيين بكاء، يبكي المسكين بكاء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. على أبسط مشكلة يقوم يسوي له بلاغ هروب، على أبسط شيء يعامل معاملة عدو وليس أخ وليس جار ولا حتى مسلم، يعامل الهندي والباكستاني وغيره معاملة أفضل من اليمني. لماذا هذا كله؟ شاهد الفيديو النهاية كيف واحد يمني كفيل سوى له بلاغ هروب بكاه بكاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحب إن أنا أوصل لك شيء. شوف، ربي والله ما هو غافل إن شيء، ربي والله ما هو غافل إن أي واحد يعمل شيء، تمام؟ الذي أقدر أقولها أوصل لك يا حسبي الله عليه. والله أن بينتقم من كل واحد ظالم. وخلها في راسك، اليوم الذي بيحرق الله قلبك فيه حاول انك تتذكرنا انك حرقت قلبي وحرقت انا، وحاولت انك ترحلنا باي طريقة بدون ما سببت لك اي مشكلة، بدون ما سببت لك اي شيء. ما نقدر اقول شيء الا حسبي الله ونعم الوكيل. أشكر كل من تواصل وأتساعد مع الأخ اليمني الذي نشرت أمس، الذي بكى قهرا وغلابة وظلما من كفيله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله ألف خير. وهكذا هي الرجال، إذا ما تساعدنا مع المساكين ومع البسطاء ومع المظلومين مع من عاد هنا بنتساعد. يعني الواحد يسوي قدر ما يستطيع علشان ينصف المظلوم هذا. ولا نامت أعين الظلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من غلابة الرجال وقهر الرجال، ما بالك انك تغلب وتقهر وتبكي واحد مسكين طالب الله بعد أسره. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتحياتي للرجال.